السلام الله وبركاته. معكم فيصل عنيزي. اليوم جيكم شرح كيف تشتري عن طريق شي ان بالتقسيط بدون اي فوائد عن طريق خدمة تمارا. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة. مثلا لو كنت بتشتري سلة بقيمة 1000 ريال يقسمها لك لأربع دفعات، كل شهر تدفع 250، يعني على 4 شهور. الشهر الأول 250، الشهر اللي بعده 250، الشهر الثالث 250، الشهر الأخير 250. كذا صار مجموع 1000 ريال ودفعته. الخدمة بدون أي رسوم، حتى على التأخير ما في أي رسوم. طريقة الخدمة جدا سهلة وبسيطة. يلا الحين خلونا نبدأ شرح الخدمة ثم ننتقل إلى شيء نشري منه. طريقة التسجيل في تمارا والشروط حقته. باختصار الشروط جدا سهلة ومرة بسيطة. أن يكون عمرك فوق 18 سنة، أن تكون عندك هوية وطنية وحساب أبشر لأنك تحتاج توثق حسابك، وكذلك يكون عندك حساب بنكي أو بطاقة بنكية عشان تدفع الأقساط حقتك وزي كذا. الشروط هذه بكل بساطة جدا سهلة الشروط ويسرى، وما يشرط انك تكون موظف يعني عشان تاخذ قسط منهم. اوكي. غير كذا طريقة التسجيل جدا سهلة ومرة بسيطة في خدمة تمارا. المطلوب منك بس انك تحمل تطبيق تمارا. بعد ما تقوم بعملية التحميل بس تضيف رقم الجوال حقك وخلاص. كذا سجلت في خدمة تمارا. يعني بكل بساطة طريقة التسجيل جدا جدا سهلة ومرة بسيطة. بس للأسف ما يعطونك مبلغ عند التسجيل، يعني هدية انك سجلت في التطبيق زي كذا، عكس خدمة تابي تعطيك 25 ريال عند التسجيل. وراح تلقون بإذن الله في الوصف شرح خدمة تابي وكيف تاخذ ال 25 ريال الهدية عند التسجيل. غير كذا لازم توثق حسابك بالهوية الوطنية مثل ما ذكرت. انا اعذروني حسابي فعلته كل شيء وثقته، للاسف ما يمديني اشرح هذه الخطوه. الخطوه جدا سهله ومره بسيطه. تخش على حسابك زي ما تشوفون الان انا خش على تطبيق تمارا، تروح لاخر شيء الخيار اللي صار من فوق توثق، تضغط عليه وراح يطلب منك توثيق حسابك. زي ما تشوفون انا حسابي مكتوب انه موثق. انت بس تجي وتوثق حسابك، راح يطلب منك رقم الهويه وتاريخ الميلاد وفقط يعني، ثم تروح للنفاذ وتوثق حسابك بطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة. وإذا تبون تعرفون الشرح كيف توثيق الحساب بالهوية، ترى شرحته في تابي الشرح حقه، وثقت حسابي بالهوية وعن طريق نفاذ وكل شيء وضحته. إذا أنت حاب تعرف الطريقة ذي تابع شرحي حق تابي عشان تستفيد من هذه النقطة. شرح تطبيق تمارا تطبيق جدا سهل ومرة بسيط، تقدر يعني تعرفه بدون شرح، بس أنا أشرح احتياطا للي ما يعرف التطبيق. زي ما تشوفون الخيار اللي تحت تسوق، زي ما تشوفون هذه القائمة الرئيسية للتطبيق. هنا راح تلقى المتاجر اللي فيها خدمة تمارا، وغير كذا تطلع لك هنا بعض الأحيان منتجات وخصومات لبعض المتاجر اللي طبعا اللي تدعم خدمة تمارا. زي ما تشوفون بعدها عروض، الخيار اللي تحت زي ما تشوفون هذه كل المتاجر اللي فيه موجودة الآن عروض. أوكي. تقدر من فوق تختار الفئة، الجمال، الإلكترونيات، الملابس، المنازل، المطابخ، وهكذا يعني تختار. كيف تستفيد من العروض ذا؟ مثلا راح نشرح على نون، نضغط عليه راح يعطيك كود خصم. الكود الخصم هذا إذا استخدمته راح يخصم لك 10% من نون. زي ما تشوفون في شروط تحت للكود وزي كذا. على كل متجر موجود هنا موجود له بيانات، يعني مثلا نمشي زي ما تشوفون، أو شروط عفوا زي ما تشوفون زي كذا، لازم تقراهم هم عشان تعرف كيف تستفيد من هذا الخصم. وحتى بعض الأحيان يحطون عروض كاشباك، يعني إذا استخدمت هذا الكود مثلا يرجع لك في محفظتك في تمارا، تقدر تستخدمه في سداد القسط وكذا. طبعا إذا شريت عن طريق تمارا يعني من خدمة تمارا. أوكي. مو كل المتاجر ولازم يحطوا لك العرض هذا. أوكي. إذا طلعك هذا العرض تقدر تستفيد من هذه الخدمة. المشتريات من هذا الخيار تقدر تدفع أو تسدد قيمة الأقساط حقتك. أي قسط تاخذه راح يجيك هنا عند الدفعات زي ما تشوفون. بعدها هنا الطلبات، هذه الطلبات زي ما تشوفون اللي طلبتها من خدمة تمارا، وهنا يكتب لك مثلا مدفوعة، خلاص أنا سددتها. زي ما تشوفون استخدمت مكتبة جرير ومتاجر ثانية. أوكي. من هذا الخيار زي ما ذكرت لكم تجيكم الدفعات من فوق، عاد تجي تضغط على الدفعات وتسدد أبل بيت، بتضيف بطاقتك. يعني الموضوع جدا سهل ومرة بسيط. بعد زي ما تشوفون الخيار الأخير اللي هذا المزيد، زي ما ذكرنا قبل من فوق اللي عند علامة القلم عشان توثق هويتك. بعدين هنا محفظتك، إذا كان عندك مثلا مبلغ مسترجع زي كذا يجي هنا في المحفظة.
وبعدها البطاقات المحفوظة هنا البطاقات حقتك، مثلا إذا بغيت تحذف بطاقة وزي كذا، بطاقتك المضافة مثلا في تمارا تقدر تحذفها بشكل مباشر. والخيار اللي بعده الحساب المصرفي، إذا كان عندك مبلغ مسترد زي ما ذكرت يكون في المحفظة، إذا أنت تبغى تسحب هذا المبلغ تضيف فقط حسابك البنكي وراح تجيك الحوالة على هذا الحساب حقك. وبس يعني هذه شرح جدا بسيط للتطبيق أو الإعدادات. التطبيق جدا سهل يعني ما يحتاج شرح يعني. والحين ننتقل إلى التطبيق اللي راح نستخدم فيه خدمة تمارا. وزي ما تشوفون بعد ما ننشئ حساب في تمارا وخلاص نضبط كل بيانات الحساب ونخلص كل شيء إجراءات في الحساب، نخش على SheIn، ثم نروح عند السلة، ثم نروح عند قائمة الدفع. هذه هي القائمة اللي موجود أنا فيها. بعدين زي ما تشوفون تيجي قائمة الدفع، تختار هنا خدمة تمارا اللي أنا مختارها في تابي وفي تمارا. تحدد على تمارا لأن هذه الخدمة اليوم راح نشرحها، ثم تضغط عليها متابعة. خلاص إذا صارت هنا صح وضعك كويس مرة يعني، خلاص تقدر تقصدها. والمبلغ يجي تحت على اليسار زي ما تشوفون هنا مكتوب 49.60 هللة. نضغط على المتابعة. أوكي، بعد ما نضغط على المتابعة راح الحين ينقلنا لصفحة تمارا للشراء. زي ما تشوفون حطوا رقم جوالي، وبعد راح تجيني رسالة نصية لتفعيل الشراء. أوكي، نجي نضيفها. زي ما تشوفون بعد ما نضيف رسالة نصية الرقم اللي جاء نضغط تأكيد. زي ما تشوفون هنا قسم لي على 4 شهور. ندفع الآن زي ما تشوفون 49.60 هللة، واللي بعده نفس الطريقة حتى اني اسدد كامل قيمة الشراء. زي ما تشوفون هنا قال لي اذا دفعتها كاملة في خيار ثاني دفع كامل راح يعطيني كاش باك 2%. 2% من 200 ريال تقريبا كل 100 ريالين يعني 4 ريال راح يرجع لي كاش باك. اذا ما تبغى الكاش باك هذا خلاص تخليك على نفس الاول، اذا تبغى تضغط تحت صح، او انك ترجع للاقساط زي كذا. ثم تضغط على المتابعة وتدفع بالبيع، وبعد الاقساط اللي راح تيجي عليك تدفعها كل شهر خلال التطبيق. يعني مو لازم ترجع SheIn، لا تروح تدفعها تدفع الاقساط ذي من تطبيق تمارا مثل اللي شرحته قبل شوي بشرح تمارا. وبس نهاية المقطع. اتمنى ما تنسون اللايك وتشتركوا بالقناة. يلا مع السلامة.